تعال. ايوه سعاده الباشا. فين بيت احمد وهيب؟ الحاره اللي جايه دي يا باشا يمين. انهي دور؟ الدور الثالث يا باشا. يلا. فين؟ رساله يا احمد وهيب يا معلم. وحيد الحقوا يا حكومه يا حكومه يا حكومه الحقني يا حكومه. الحق يا باشا، جري من هنا يا باشا، جري من هنا، بس خلي بالك منه يا باشا عشان عامل زي الجالي. يا اخي انا لسه مسقطك. يلا اركب. انا ما عملتش اي حاجه يا سعاده الباشا، وبعدين موضوع احمد وهيب ده يا باشا انا ماليش دعوه بيه من اساسه. هو انا وجهت لك اتهام يا بني ادم انت؟ امال يا باشا جايبيني هنا ليه لا مؤاخذه يعني سيادة الظابط طلب مني عدم لا مؤاخذه اي واحده تخش البيت المدعو ده اطير وراها واكشف عليها اذا كانت راجل ولا ست. دي حاجه تمخول بصحيح، وانا اعرف منين بس اذا كانت دي انثى ولا احمد وهيب ومتنكر في اللبس ده. انت يا مدعول، انت غير لنا الشيشه دي يا معلم، انت يا معلم. يعني مش سامع الزبائن يا ابن المحروقه؟ انا لسه عيني ما وقعتش عليها خاطر الظابط. انت من امتى بتشتغل مع الحكومه؟ ماليش دعوه ازاي؟ حد يقدر يقول لي الحكومه لا؟ طب افرض اللي جايه دي طلعت احمد وهيب، اغمض عيني واقول ما شفتش، احنا هنستنى، ولو دخلت البيت يبقى هي احمد وهيب. يوه طلعت مش هو. مش قلت لك شوف شغلك يا ابن المحروقه وبلاش اللي في دماغك ده، لا تروح بعيد عني. حاضر يا معلم، حاضر حاضر يا معلم، حاضر. ربنا ياخدك يا معلم بس ريح مني. مش هتهرب مني يا ابن الجنيه، ولو استخبيت في امي. عظيم يا معلم، كنت فاكرها احمد وهيب. احمد وهيب تاني، احمد وهيب تاني، احمد وهيب والله ما انا عايزك فيها. كل يوم مشاكل. ولا تعال. اروح له يا معلم؟ حد بيقول للحكومه لا؟ لا يا معلم. روح له، انت مش مرشد؟ طب ما اناش رايح يا معلم. يبقى عايز تقفل القهوه. ما تتحرك يا بني ادم انت. طيب ما تشخطش. انت ناوي تخرب بيت ابوي. حشيش يا باشا، صدقني يا باشا ما بتعطاش غيره. بيجيبوا منين؟ الغرباوي يا باشا، بس خصيمك النبي يا باشا تعرفش حد ان انا اللي قلت لك، لحسن ده ايده طايله، ولو رجالته عرفوا هيقطعوني حتت. ما تخافش انا احميك.